ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. عايزاكم النهاردة تركزوا كويس جدا في الفيديو ده، عشان بعد الفيديو بتاعنا النهاردة هتقدروا تقولوا ان البيتزا بتاعة البيت احلى بكتير من الجاهزة. هنعمل مع بعض النهاردة بيتزا تشيكن باربيكيو، سهلة ولذيذة وسريعة بعجينة هشة وزي القطن، وصدقوني احلى مليون مرة من اللي بنجيبها من بره. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني فانا فاتن عوض، يلا بينا نعمل مع بعض احلى والذ بيتزا تشيكن باربيكيو. مقدار الدقيق على قد البيتزا اللي احنا هنعملها النهارده، هحتاج لكوبايتين ونص من الدقيق بتاع المخبوزات او متعدد الاستعمالات، معلقه صغيره من الخميره الفوريه، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من اللبن البودر بتدي العجينه طعم حلو جدا، معلقه صغيره من السكر، وعندي كمان رشه من الملح، 3 معالق من الزيت النباتي. وهقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا الاول. انا عايزه الدقيق مع الخميره وكل المقادير تختلط كويس جدا والخميره تتوزع كويس قبل ما نبدا نضيف بعد كده الميه الدافيه عشان نعجنها بيها. في المرحله دي ببدا بزود الميه الدافيه بالتدريج شويه بشويه لحد اما تبدا العجينه تلم معايا. بقلبها الاول بالمعلقه لحد اما العجينه تلم كده على بعضها. بعد كده ببدا بعجنها في ايدي بقى بايدي وبنعجنها كويس جدا. زي ما بقول لكم دايما في اي معجنات، سر نجاحها وانها تطلع معاكم هشة وطرية وخفيفة كده من جوه زي القطن، وكمان سطحها ناعم وهو العجن المستمر. بنلمها الاول كده على بعضها، وبعد كده بناخدها قدامنا على الرخامة وبنعجن فيها كويس جدا. بنعجنها يا دوب لمدة دقيقتين لثلاث دقايق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، لحد ما العجينة عندي تبقى كلها ناعمة وتتجمع كده على بعضها وما يبقاش فيها اي تشققات على الوش. كده عجينتي بتأكد انها جاهزة. في نفس البولة اللي احنا كنا بنعجن فيها بدهنها شوية من الزيت وبنسيب العجينة في مكان دافي لحد ما تتخمر. بعد ما اتخمرت عندي العجينة خلاص بقت جاهزة. هحتاج كمان طبعا الاكتر حاجه اساسيه في البيتزا وهي الجبنه الموتزاريلا، دي سميد بدون اي اضافات عشان نفرد بيه العجينه. عندي صدور فراخ متشوحه مع ملح وفلفل بمعلقه زيت، زيتون اخضر واسود، عندي فلفل الوان، وعندي نص بصلايه صغيره متقطعه شرايح، وكمان كاتشب وصوص باربيكيو. هم دول اللي هيدوني الطعم اللي احنا عايزينه. في الصينية اللي هنعمل فيها البيتزا أنا بحب أستخدم الصواني الاستانلس جدا في عمايل البيتزا، بتديني كده كراست وطبقة من تحت مقرمشة وتسوية ولون بجد مظبوط جدا. رشيت فيها رشة من دقيق السميد، وهو ده السر اللي بيميز البيتزا بتاعت بره دايما، رشة من دقيق السميد في الأرضية. وبننزل بالعجينة وبنفردها من جوه لبره بأطراف أصابعنا زي ما انتوا شايفين لحد ما بنملى بيها كل الصينية. اهم حاجة بنعمل لها كده حرف على الجوانب. بعد كده بنجيب الشوكة وبنبدأ بنسيب تقريبا قد عقلة صباع او 2 سنتي من الاطراف، وبنبدأ بنخرم باقي العجينة علشان احنا مش عايزينها تعلى من النص، عايزين بس الاطراف هي اللي تكون عالية واللي في النص تكون سمكها مناسب جدا. هنا عندي معلقتين كبار من الكاتشب عليهم معلقتين كبار من صوص الباربيكيو، قلبتهم مع بعض وهنبدأ هنفردهم بالأرضية بالشكل ده. صوص الباربيكيو بيديها الطعم المختلف المميز زي البيتزا اللي احنا بنشتريها من بره اللي بتكون بصوص الباربيكيو. هوزع الصوص كويس جدا على أرضية العجينة، وبنسيب برضو الأطراف مش بنفرد عليها أي جزء من الصوص. نيجي بعد كده للإضافات بتاعتنا، بنضيف في الأرضية رشة من الجبنة الموتزاريلا علشان تسيح وتمسك لي كل أطراف الحشوة مع بعض زي ما احنا متعودين. بنضيف طبقة من الجبنة الموتزاريلا، بعد كده بنضيف الإضافات بتاعتنا. عندي هنا زيتون أسود وأخضر متقطع شرايح، ممكن تستخدموا نوع بس منهم على حسب المتوفر عندكم. بعد كده عندي نص بصلاية بس صغيرة متقطعة شرايح رفيعة زي ما انتوا شايفين، وممكن كمان تدوها تشويحة على النار لو انتوا عايزين طعم البصل بيكون متكرمل، بس بتدي طعم بجد حلو جدا مع البيتزا دي. عندي صدور الفراخ دي زي ما قلت لكم متشوحة بس على الطاسة مع ملح وفلفل في معلقة من الزيت، وقطعتها صغير بالشكل ده، وبنبدأ بنوزعها على سطح البيتزا.
بعد كده عندي فلفل احمر واخضر واصفر متقطع شرايح زي ما انتوا شايفين، ونبدأ بنوزعه على سطح العجينة بالشكل ده. ممكن طبعا بعد ما تضيفوا كل الاضافات على سطح البيتزا، لو انتوا مش عايزين تسووها في التوقيت ده، يبقى بنغلفها كويس جدا بالستريتش وبندخلها الفريزر لاي وقت احنا عايزين نعمل بيتزا. بتخرجوها تاخد درجة حرارة المطبخ، وبعد كده بتتخبز في فرن درجة حرارة سخنة، درجة حرارة كمان عالية، لحد هتطلع معاكم كأنها لسه معمولة فريش وطازة، ما فرقتش أبدا. ممكن كمان بنفس الفكرة تعملوها كميني بيتزا صغيرة برضو، وتتفرز كمان لوقت المدارس أو لأي وقت انتوا عايزين تعملوها فيه. ضفنا الفلفل وكل الإضافات. آخر حاجة طبعا بنغرق الوش تماما بالجبنة الموتزاريلا، وكده البيتزا بتاعتنا جاهزة انها تدخل الفرن. سخنوا الفرن من اول ما تبدأوا تضيفوا الاضافات على الوش. بنسخن الفرن لان احنا عايزين درجة حرارة عالية. بندخلها على الشبكة، هتاخد معاكم تقريبا ربع ساعة لحد ما الجبنة تسيح على الوش وتاخد اللون الحلو، وتعمل طبقة كراست كده خفيفة في الأرضية، وكمان تاخد اللون الحلو. دي البيتزا بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. انا عايزاكم بس تشوفوا جمال اللون والجبنة وهي سايحة، وكل حاجة زي اللي بنجيبها من بره واحلى كمان. وتكلفة السعر تقريبا النص عن اللي بنجيبها كمان من بره، انضف واحلى واسهل. اخر حاجه طبعا، ودي التاتش اللي بتميز دايما البيتزا التشيكن باربيكيو، وهو صوص الباربيكيو على الوش. بنعمل بيه خطوط زي ما انتم شايفين، واستمتعوا باحلى بيتزا معموله في البيت. وزي ما قلت لكم بعد الفيديو ده هتقدروا تقولوا بكل ثقه ان البيتزا بتاعه البيت احسن من البيتزا اللي بجيبها من بره. لازم تجربوها ويا رب تعجبكم، وهستنى رأيكم بإذن الله. دي كانت وصفتنا وكان الفيديو بتاعنا النهاردة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية، وكالعادة كنت أنا معاكم فاتن عوض، والسلام عليكم.